متى يكون الإنسان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات قول موقفه كم النقطة يكوي الله سبحانه وتعالى حسا انفربدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى يكون الإنسان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات قول موقفه كم النقطة يكوي الله سبحانه وتعالى حسا انفربدا. وحين أقنها إن الله سبحانه وتعالى انفربدا وإن أمري إن انفربدنه ذكر كيسا يحس كيسا آيات كبابك كسر رينا آديات بفربدين هي حديث تبا. وحكم هذا الله سبحانه وتعالى وليه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا في سورة الأحزاب آيات أفرتن يكو. وحصورة قال الله إننا نراهنو ما جرى شيء عام يليا وقتك يا حواشة وأقولك ما أمر لمدة ذكرك. ابن عباس إلى رعلها كهذا وحولي إلهي سبحانه وتعالى كما فرليلين أدومهيسا شيء واجب إلا وحوية إلى حد معلوم عدة أهل كواه عملك على قربه كواجبين عذر دار بوسمية مرك على قربه عملك أي عبادة الله يقانو الذكر حسك إلهي سبحانه وتعالى. إلهي سبحانه وتعالى وميلين حد أي كل ما طلعنا يقف كاسي مركو إنتها سمايو أي كرنتاي sidoo kale cudur daarna uma yeelin cid ka tagta ilaa qofta isagu ama de xaalad caafimaad ay ka qaalib noqotay oo kooma galay mooyaane xaalad kasta oo inta ka soo hadhay qofku wuxuu haystaa inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala xuso. bal fiirso fi surati Ali Imran aayada 103 Ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu ka warramay wuxuu yiri: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. عفوا أيضا وفي سورة النساء إلهي حسا إذنكو تاغن إذنكو فرديا إذنكو تشيفا. آية سورة العمران محيط: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أفرس هبينكي يمالنتي بإلهي ولا حسيا بدي يبرقني إلهي سبحانه وتعالى ولا حسيا سفركي iyo qofku markuu baradiisa joogana Ilaahay subhanahu wa ta'ala xuseeyo baahidii iyo faqrigii qodantinimadii iyo qarinimadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala wala xuseeyo caafimaadkii iyo xanuunkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala wala xuseeyo markii qofku dad dhex joogo iyo markuu gaar yahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wala xuseeyo shay uu dadka muujinayo iyo shay uu qarsanayo labadan Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku xuseeyo xaalad walba Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku xuseeyo. محمد بن الكعب القرظي isagana wuxuu yiri hadii cid ruqsad loo siinayo inay ka tagto dhikriga iyo xuska Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu u siin lahaa nabiyullaahi Zakariya alayhi salaam markii amaaradii calaamad looga dhigay in ilmahaasi uu calool galay inay kamid tahay calaamadiisa inuu 3 maalmood hadalka ka tago ay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri ala tukallimu an-naasa 3 ayaamin illa ramza ishaaro mooyaan 3 cisho علامة لغو قرأنا وامحي إنان صدح عشاء دادك الهذا واذكر ربك كثيرا ربك أنا حسين فربطا هذه مركا عد رخصة الله سينا يو وحال رخصة الله سين لها نبي الله زكريا عليه السلام حتى حالة دي حرب جاية دقالك إلهي سبحانه وتعالى رخصة حنوسي إن صلاة دي لتكدو لكن سيدا وقو فضل أما سيدا وقو سورة قلسان إلو تكنا يو وحيوه فربطا بلغا دافي عبادين كلي فرح بدنا ولا قدافي لكن ذكر قبل فرس يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا مركز لك ولانتان في أي كوح سجن هذا إلهنا سبحانه وتعالى إنفر بدن حسن هذا بس أشياء نقص النقطة قول ما لعلنا يا قدر كاقف مركو قالوا أيو كم النقطة يكو إلهي سبحانه وتعالى حسن إنفر بدن إن بدن علماء كم يدوحي لهذين وحوير قف مركو سميو كم النقطة يو الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وإن قفك سيشوكتيو أو إلى عليه سمينتا أذكرت لو إنه وقتي تصال عنه كله أذكار الصباح والمساء أذكرت الآخرية جلني كورية جلني كتنبه
adkaarta salaadaha ka dambaysa adikriga la akhriyo marka la cunayo la cabayo dharka la xidhanayo guriga laga baxayo la soo galayo masaajidka la galayo laga baxayo suuliga la galayo laga baxayo adkaarta sida dailiga ama maalinlaha qofka muslimka u soo marta qofkii joogteeya waxa loo rajaynayaa inuu ka mid noqdo kuwa Ilaahay subhanahu wa ta'ala xusa in farabadan akhi wa ukhti walaalkayga iyo walaashayda muslimada ahay ma ka mid tahay kuwa Ilaahay subhanahu wa ta'ala xusa noloshooda qayb kamid ah siiyay xuska Ilaahay subhanahu wa ta'ala aad iyo aad ma santiin وجزاكم الله خير.